الملف ديال اليوم غادي نهضروا على المنطقة 51 وحقائق ودلائل الإثبات على وجود كائنات فضائية في كوكب الأرض. كيف ما بزاف منكم طلبوا مني في الانستغرام وأنا تحت الطلب ديالكم، أنا منكم وليكم خوتي وخواتاتي. قبل ما نبداو الحلقة ما تنساش الاشتراك والإعجاب وخذ القهوة ديالك وارتاح ويلا نبداو على بركة الله. كيف ما كنعرفوا كاملين المنطقة 51 هي من أهم وأكثر المناطق السرية في العالم، بالإضافة إلى أنها مخفية في الخرائط وحتى لا حاولتي تشوفها بجوجل ايرث ما غاديش تبان لك. بشكل رسمي المنطقة 51 هي قاعدة عسكرية أمريكية في جنوب ولاية نيفادا، وقبل بضع سنوات الولايات المتحدة الأمريكية كانت كتنكر الوجود ديال هذه المنطقة أصلا، توصل الوقت اللي اضطرات أنها تعترف بالوجود ديالها بسبب التسريبات الكثيرة اللي خرجوا منها، وقالت باللي هي غير منطقة عسكرية وكيجربوا فيها الأسلحة وأجهزة الطيران والطيارات. حتى ل 7 أغسطس 2014 خرج واحد العالم من العلماء اللي خدامين في شركة لوكهيد مارتين اللي متخصصة في الصناعات العسكرية والدفاع العسكري وكتخدم مع المنطقة 51. هذا العالم سميتو بويد بوشمان دار فيديو المدة ديالو 33 دقيقة وأكد فيه أن المنطقة 51 كاينين فيها كائنات غريبة وورى حتى التصاور ديالهم بالإضافة للعديد من الدلائل. هذا الفيديو نشره في اليوتيوب ولكن من مورا ما نشره مات بوقت قليل، بالإضافة إلى أن هذا الفيديو دار ضجة كبيرة لأنه جاب فيه أدلة وتفاصيل دقيقة على داكشي اللي كيطرا في المنطقة 51 وعلى الكائنات اللي فيها الداخل. بوشمان أكد لنا أن تما كاينين البقايا ديال مركبة فضائية تحطمات في 1947، وهذه الحادثة العالم كامل كان سمع بها تحت اسم حادثة روزويل. المهم بوشمان وصف لنا الكائنات اللي لقاو في هذيك المركبة وقال باللي كانوا 3، 2 منهم لقاوهم ماتوا في الحادثة وواحد كان باقي حي وقدروا أنهم يتواصلوا معه ويتفاهموا معه. من خلال الدراسات عليه والاستجواب ديالو توصلوا لأنهم كائنات كتعيش أكثر من 200 عام وكيوصلوا ل 150 سنتيمتر في الطول، بالإضافة إلى أن عندهم 5 الأصابع في أيديهم بحالنا ولكن صباعهم شوية طوال على صباعنا. وزاد قال لنا أن هاد الكائنات كتواصل مع البشر بالتخاطر، يعني كيدويو مباشرة وسط دماغك وكيسمعوا أفكارك. واعترف ثاني على أن المنطقة 51 فيها نسبة كبيرة من هاد الكائنات وعندهم مركبات وسفن فضائية اللي العلماء كيدرسوها تما باش يصيبوا بحالها. في الفيديو صرح باللي ما بغاش يخلي هاد المواضيع سرية وكيطالب من الحكومة الأمريكية أنها تتعاون مع الدول الآخرين باش يدرسوا هاد الكائنات والتكنولوجيا ديالهم. حتى على حسب ما قال في واحد المرة وهما كيدرسوا واحد المركبة من المركبات الفضائية اللي عندهم تفاعل فيها بحال نظام الحماية ديالها وتقتل أكثر من 20 عسكري وعالم كانوا حاضرين في هذيك البلاصة. المهم بوشمان صنف هاد الكائنات لجوج أقسام. النوع ما كيحملوش البشر وهما هادوك اللي كيخطفوا الناس والماشيه كيف كنسمعوا بهم ديما، وكنت درت فيديو عليهم ديال بيتي وبارني هيل تقدروا ترجعوا تفرجوا فيه تاو. وكاين النوع الثاني اللي كيكونوا ودودين ومتساعدين مع البشر. وزاد عطانا معلومات ووصف لنا حتى منين جايين هاد الكائنات وقال بلي الكوكب ديالهم بعيد على كوكب الارض ب 84 سنه ضوئيه، وهاد الكائنات كيقدروا يقطعوا هاد المسافه في 45 دقيقه، يعني التكنولوجيا ديالهم متقدمه بزاف. وهاد الفيديو ديال بوشمان راه مازال كاين في اليوتيوب، غير كتب سميتو وغادي يخرج لك هو الاول بجميع التفاصيل والادله على كلامه الا بغيتي تاكد بنفسك. بزاف ديال الناس كذبوه وقالوا راه هو اللي مصايب هذيك التصاور والادله وباغي غير شويه ديال الشهره، ولكن نبغي نعرفك ونذكرك على ان بوشمان عالم كبير بزاف وعنده اكثر من 26 براءه اختراع، وجميع براءات الاختراع ديالو سريه وعندها علاقه مباشره مع الحكومه والجيش الامريكي. يعني في اخر المطاف هذا السيد راه شبعان فلوس وغني بزاف وعنده مرتبه اجتماعيه كبيره، ما غادي يربح والو بكلام بحال هذا، بالعكس غادي غير يضره. بوب لازا كان انجينيور متفوق وكان خدام في المنطقة 51 ودار أبحاث كثيرة تما لمدة سنوات، وحتى هو خرج باعتراف وعطى تفاصيل كثيرة بحال المعلومات اللي عطانا بوشمان. في 1989 دار لقاء تلفزي وصرح بمعلومات مهمة، قال باللي كان خدام في منطقة قريبة من المنطقة 51 وكان في مبنى سميتو S4، وقال باللي النهار الأول اللي بدا فيه الخدمة وداو لهداك المبنى S4 شاف صف كبير ديال المركبات الفضائية بأشكال وأنواع مختلفة، وشرح حتى كيفاش كيخدموا والطاقه اللي كيخدموا بها، وباللي خدمته هو الطاقم ديال العلماء اللي كانوا معاه هي يحاولوا يقلدوا التكنولوجيا الفضائيه ويصيبوا بحالها. الاكثر غرابه هو انه قال باللي هاد المركبات كيستعملوا العنصر 115، ورد بالك معايا العنصر 115 تكتشف رسميا في 1 فبراير 2004 واللي اكتشفه عالم روسي في معهد جوينت للابحاث النوويه، وهذا العنصر سموه موسكوفيوم. وبوب في 1989 قال لنا ان هذا العنصر كيدير مفعول مضاد
معاد للجاذبيه الارضيه وهادشي كيفاش كيطيروا هذوك المركبات الفضائيه. ونبغي نفكرك ونذكرك مره اخرى على ان بوب ضوى على هذا العنصر 15 عام قبل ما يكتشفوه في روسيا. بوب لازاغ على حسب ما قال من مورا هاد الاعترافات تعرض لبزاف التهديدات من طرف الحكومه الامريكيه، وصرح بلي ما فهمش علاش خلاو عايش لحد الان وما قتلوش. طلع في بزاف المقابلات ودار عليه برنامج كامل كاين في نتفليكس، وعطى معلومات اخرى واسماء ناس مهمين في الجيش الامريكي اللي كانوا شادين المشروع اللي كان خدام فيه. يعني هاد السيد هذا دايره معاه غير زوينه، دار ليهم الشوهه، قال كل شيء. نزيدوا في الشهود والاعترافات ونمشيو لايلون ماسك اللي كلنا كنعرفوه مول شركه سبيس اكس واغنى رجل في العالم. فاش سولوه واش كيامن بوجود الفضائيين جاوبهم وقال لهم باللي ماشي غير كيامن بوجودهم، ولكن هو متاكد ياكيد اليقين من هذا الامر، وباللي هما عايشين معنا من سنين على كوكب الارض وساعدوا البشر باش يحققوا التطور ديالهم. وحتى صحيفه الديلي ميل البريطانيه اللي هي اكبر واصدق صحيفه في بريطانيا كامله عطات تقرير كتاكد فيه ان من 2004 ل 2014 كانت اكثر من 144 حاله اختطاف وشهادات مؤكده ومثبته على وجود الفضائيين والمركبات الفضائيه. نزيدوا نكملوا القدام خوتي وخواتاتي وندخلوا في مارس 2017. عالم كبير في الفيزياء النوويه سميتو ستان توش فريدمان اكد قبل ما يموت ان الكائنات الفضائيه عايشين بيناتنا بالفعل، وقال بلي الحكومات الكبرى في العالم عارفين بهذه القضيه وكيتواصلوا معاهم واختاروا ما يقولوا والو لعامه الناس باش ما يعمش الرعب والهلع في المجتمعات. وقال ثاني بلي الحكومات كيحاولوا يدخلوا لنا الفكره غير بشويه عن طريق الافلام مثلا باش نبداو نتقبلوها غير بالمال. وزاد اعترف وقال لنا بلي الحكومات مخططين انهم في الاخير غادي يصرحوا لنا بوجود الفضائيين وغادي تكون شي حاجه عاديه هذيك الساعه. نزيدوا نكملوا ونوصلوا لباراك اوباما الرئيس السابق للولايات المتحده الامريكيه. كان طلع في لقاء تلفزيوني مع المذيع المعروف ستيفن كولبر في ديسمبر 2020، وكان قال بلي هذا السؤال ديال واش الفضائيين كاينين ولا لا تطرح عليه بزاف، وباللي حاليا ما يقدرش يجاوب على السؤال وما يقدرش لا ياكدوا ولا ينفيه في برنامج مباشر اللي كيشوفوه ملايين الناس. وحتى دونالد ترامب في يوليو 2020 كان سولو ولده الكبير بمناسبه عيد الاب وقال ليه واش قبل ما تخرج من الرئاسه الامريكيه غادي ترفع الستار على موضوع الكائنات الفضائيه. جاوبوه قال لي ما يمكنش نعطيك جواب وخاصني نفكر في الموضوع مزيان قبل. نكملوا وغادي نوصل لواحد الشخصيه مهمه بزاف اللي هي الجنرال الاسرائيلي المتقاعد هيام ايشيد. حتى هو صرح وقال بلي كاينين كائنات فضائيه زارتنا وعايشه معنا في كوكب الارض حاليا، وهذا الشيء كان في صحيفه اسرائيليه كبيره، والمقال كان بعنوان انهم موجودون بيننا ولكن البشر ليسوا مستعدون بعد. وقال بلي الرئيس دونالد ترامب كان غادي يعترف بوجود الفضائيين ولكن تراجع في اخر دقيقه حيت شيوخ الكونغرس والناس المهمه قالوا لي مازال ما وصل الوقت ديال هذه الاعترافات. وهذا هيام ايشيد راه ماشي اي انسان عادي. للتذكير راه كان جنرال كبير في اسرائيل وعنده بزاف الجوائز من اسرائيل ومن برا اسرائيل كاعترافات بالمصداقيه والجديه ديالو، بالاضافه الى انه عالم كبير في علوم الفضاء والفلك وعنده الدكتوراه في هندسه الطيران. وكان تقاعد في اكتوبر 2011 من مورا مطلق 20 قمر اصطناعي اسرائيلي في الفضاء. يعني للتذكير مره اخرى هذا السيد راه مهم وعنده الوزن ديالو في العالم. إلا لاحظتي هو أن هاد الناس كاملين بالإضافة للعلماء وناس آخرين ما ذكرتهمش في الفيديو قالوا نفس الكلام وصرحوا بنفس الحقائق، مع العلم أنهم ما جوش كاملين في نفس الحقبة الزمنية. يعني الموضوع فيه إن ومثير للشكوك، وأنا كمسلم كنستند بالآية القرآنية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله سبحانه وتعالى خلق عوالم وكائنات اللي احنا ما عندناش دراية بهم. نبغي نذكرك أنني غير كنقدم لك المعلومات وما كنكذبش وما كنصدقش هادشي. إلا بغيتي نتحاوروا حوار بناء مرحبا بك في لي كومونتير، ولا عجبتك الحلقه ما تنساش الاعجاب واهم حاجه الاشتراك. الى الحلقه المقبله ومن هنا لتما خلي ديما خيالكم مفتوح.